يسعد صباحكم يا احلى متابعين في الدنيا. صباح الفل عليكم، صباح الهنا وصباح الخير وصباح الصحة والسعادة وكل الرضا اللي في الدنيا. قايمين بقى متنشطين كده، وزي ما انتوا عارفين ان انا فين، انا في دلتا مارينا. يعني اسبوع كده ان شاء الله وهنبدأ ان احنا نرجع تاني بيتنا. طبعا انا اخدتكم جولة حلوة قوي قوي في الشقة اول ما جيت الفيديو اللي فات، وقلت لكم انا موجوده فين وعملت ايه وسويت ايه اول ما جيت. ان الاوان بقى ان احنا نغير هدومنا ونلبس بقى الايه المايو بتاعنا وننزل البسين. هاخدكم جوله كده واحنا نازلين برضو. دلوقتي واحنا نازلين دلوقتي من الشقه اللي احنا فيها او الوحده اللي احنا فيها، ونبدأ بقى ناخد جولتنا ونروح نشوف بقى ايه التغيير اللي حصل السنة دي عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت انا حافظة كل جزء في دلتا مارينا. يعني احنا كنا سايبينها المرة اللي فاتت وكنا حافظين كل جزء فيها. دلوقتي بقى هنشوف يا ترى في حاجة اتغيرت فيها ولا مفيش. بس ايه رايكم بقى في المايو بتاعي؟ انا قلت لكم قبل كده ان انا ما بحبش ان انا اجيب مايو وان انا اقلم نفسي على ستايل واحد في المايو، لان انا مش كل سنه هجيب مايو يعني شكل. فايه رايكم بقى في الستايل دون؟ بصوا، ده كارديجان انا كنت جايباه من على الجلاء بقاله كام سنه. وزي ما قلت لكم ان انا جايبه اسمه ايه، اندر شيرت بكوله كده، واللي هو طويل تمام، وجايبه استريتش لكرة. ومش الاثنين الاندر شيرت والاستريتش مش قطن، في بوليستر عشان ما يعملش ضرر يعني ولا اي حاجه. ميه البسين ما تعملش ضرر او اي حاجه زي دي، لان بيقولوا ما ينفعش تنزلي ميه البسين باقطان. تعالوا بقى بينا يلا كده ننزل بقى كده. بس انا اول ما قررت يعني ان انا انزل، كنت عايزه ارش الاول الشقه برد علشان فيها دبان فظيع جدا. فهبدا ان انا بقى ايه، انا قفلت على فكره التكييف خلاص، فهبدا بقى ان انا ارش ايه رشه كده، وهقفل النور وننزل بقى نشوف هنروح فين. عايزه اقول لكم ان الجو لسه فيه شمس. دلوقتي هخلف لكم الكاميرا ونشوف بقى المناظر بقى. تقريبا ارجعوا كده بظهركم كده للفيديوهات القديمه، هياها مفيش اي حاجه تقريبا اتغيرت. بس احنا لسه هنروح عند الاكوا بارك ونشوف كده الموضوع شكله ايه. تعالوا كده اخلف لكم الكاميرا ونشوف بقى ايه الاجواء وايه الحاجات الحلوه بقى اللي هي. انا تقريبا دخلت على الجروب بتاعها ولقيت ان في تغييرات. مش عارفه بقى التغييرات ده حصلت فعلا ولا كان مجرد اعلانات وحاجات من دي. هخلف لكم الكاميرا وتعالوا بقى نشوف كده ايه النظام. بصوا هنا ده طريقنا كده للاكوا بارك. في على فكره البيسينات الصغيره، لو تفتكروا ان السنه اللي فاتت ما كانتش شغاله، في هنا اشتغلت. لا هنروح هناك. بصوا هنا ده البيسين الصغير اللي هو ما بين الوحدات، تمام. يعني هي دي هنا وحدتنا اهي، الدور التاني ده تمام. وده البسين اللي هو الصغير اللي بين الوحدات، لكن مش ده الاكوا بارك الصغير. هنروح دلوقتي. هو احنا مش عايزين نقعد في الصغير ده لان يعني ما جربناهوش قبل كده بصراحه، وكنا جربنا الكبير. فالكبير افضل، يعني كبير فيه كده ناس حيويه، في اغاني شغاله، الكلام ده يعني على ما اتذكر بتاع على شغل السنه اللي فاتت. هنشوف بقى دلوقتي. طبعا ملك ورؤية سابقيني خالص. ملك شايله الشنطه فيها البشاكير. ملك جبتي ازازه ميه؟ طيب ده الشارع التاني اهو. برضو احنا بنفضل كده نعدي في شوارع، بصوا منتهى الهدوء بجد والله. يعني لو حد عايز يجي يستجم هنا ولا حاجه، جميله جميله بجد والله. عارفين انتوا ساعات كده بتحسوا ان انتوا عايزين فعلا تقعدوا كده مع نفسكم شويه. عارفين انتوا لما هشبه لكم بحاجه، لما البني ادم كده يفضل يجري 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 يجري، بيبقى عايز وقت ويقف شويه ويستريح. فعايزه اقول لكم لا، هنا مكان جميل قوي قوي ورائع وهدوء، وكل واحد في حاله على فكرة. وعلى فكرة القرية هنا مش سياح ولا ناس جاية من بره مصر ولا كده، لأ، مصريين عاديين خالص. وبس أحلى حاجة كمان فيها
غير النظافه طبعا، واللي انا قلت لكم الحاجات اللي هي بتجملها، ان كل واحد هنا في حاله. بصوا بقى هنا ده الاكوا بارك الكبير اهو. بصوا ده الاكوا بارك الكبير اللي احنا ان شاء الله بقى هنشوف ترابيزه كده. نعم هتقعدوا فين؟ هي حفظت التاني مش عايزه تروح مكان تاني الا هو. يلا يا بصوا ده مش الاكوا البارك الكبير، ده الصغير. اللي هناك ده هو في استنى كده احاول اقرب لكم بالكاميرا. هناك اهي. بصوا الاكوا بارك دي الصغيره اللي هي مليانه لعب كده وحاجات للاطفال وحاجات صغيره كده، تمام. وتقريبا العمق بتاعه بيبقى صغير. تعالوا بقى بينا نروح الاكوا بارك اللي هو الكبير اللي احنا كنا قاعدين فيه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كانش ده شغال، كان ده مقفول، لان احنا كنا رايحين متاخر. كنا رايحين في شهر في اواخر 9 تقريبا او في اول 10، لان انا على ما اتذكر ان انا نزلت على اول يوم الدراسه على طول. يعني انا روحت بالليل وصبحنا على طول رحنا المدرسه على طول. بابا ملك هناك اهو ورؤية وملك. طبعا ملك جايبه مايو اصفر، اسود في اصفر، غير بتاع السنه اللي فاتت. ده بكم وبنطلون. في ده جامبوست قط وعليه قطعه من فوق بالكم. طبعا انا زي ما قلت لكم ان ملك بدات ان هي تلبس بكم استعدادا ان شاء الله للحجاب وكده. فالمايو بتاع السنه اللي فاتت ما كانش ينفع لها خالص، لان هو كان برمودا. يعني هو جامبوست مقفول على بعضه، سلبت على بعضها، بس كانت برمودا وكم 3/4 كده. طبعا ما كانش ينفع خالص. فانا حتى انا جبت لها ده المره دي اللي هو ايه، يعني هو جامبوست بس بنطلون سلبتة قط وعليها قطعه بكم. حتى انا جبته كمان كبير شويه بحيث ان هو ينفع لها السنه الجايه ان شاء الله وعليكم خير. بس بصوا بقى هنا، يا سلام يا سلام، ايه ده، ايه الروقان ده. طبعا الناس كلها لسه في الوحدات بتاعتها بتتغدى. الساعه دلوقتي 2، احنا لسه فاطرين دلوقتي ونزلنا. ده على فكره اول يوم لينا معاكم. الفيديو اللي فات انا صورته وفطرنا وريحت شويه وقفلت الفيديو بقى على كده عشان ما يبقاش طويل عليكم. وكملت بقى، نزلت بقى بعد الفطار. نزلت بقى ايه، خدت بقى الجوله الحلوه معاكم دي. بجد حاجه ممتعه جدا جدا جدا، حاجه رائعه. طبعا الاكوا بارك هناك اهي كبيره، تمام. احنا هنقرب عندها دلوقتي، بس البنات بتخاف بصراحه ان هي تروح هناك عندها. فاحنا هنقعد بقى هنا، هنشوف ترابيزه زي ما قلت لكم. الناس زمانها دلوقتي تتغدى الساعه 2. ف هم لقوا ترابيزه اهو. بصوا بقى هنا المشرفين، ده مشرف قاعد اهو وفي مشرف برضو واقف هناك اهو. بص اهو، كان تقريبا في حاجه منسيه على الترابيزه، فبابا ملك بيقول له يعني دي تبع حد ولا ايه. وكده بقى هنا رؤى. بصوا رؤى هنا طبعا برؤى زي السنه اللي فاتت. فكي كده يا رؤية القميص، فكي القميص كده. رؤية انا ما غيرتلهاش المايو ده بتاع السنه اللي فاتت. طبعا هي لا تخنت ولا طولت ولا قصرت ولا حصل اي حاجه فيها. وطبعا القميص ده انا كنت جايبه لها برده السنه اللي فاتت. ايه رايكم؟ يلا نطي يا رؤية. وكوكي اهي. زي ما قلت لكم اهو المايو بتاعها هو ده كده. البنطلون مشبوك فيه سلبتها من فوق قط، تمام. تعالي هنا يا ملك عشان ما تقعيش بظهرك. والقطعه اللي هي بقى فوق دي اهي عامله زي الايه. انزلي يا رؤى اهي، بص انزلي يلا. والبندانه بقى دي انا جبتها لها. بس يلا انزلوا بقى، اقلعوا النضارات وانزلوا يلا. انزلي معايا. الميه ساقعه. انزلي معايا. شفتوا رؤية؟ رؤية اتجرأت. رؤية اتجرأت. يلا يا كوك انزلي. لا يلا انزلي يلا يلا. اقلعي الشبشب. شفتي رؤية؟ رؤية
بتقول الميه ساقعه. نطي. انا مش شايفه. طب ودي النضاره والنبي. طب وانت يلا يا كوكي انزلي. الميه اخبارها ايه؟ بتقولي ايه ربنا يا رؤية؟ انا هفضل قاعده هنا لحد ما الميه تخلص. انزلي واحده واحده. عايز السمك يا رؤية؟ سمك. لا يا محمد سمك. يلا يا محمد انزل. يا محمد انت واقف بتعمل ايه؟ عايز السمك يا رؤية؟ محمد يلا انزل. هضحك عليكم. انا هضحك عليكم واطلع دلوقتي الوحده. الميه ساقعه. بصوا لسه جسمكم ما اخدش على درجه انا خدت خلاص. خدتي خلاص. يلا يا محمد. لا انا كفايه كده. انت كفايه كده. انزل يا محمد يلا. يا محمد انزل. اصبروا. لا مش عايزه اصبر. انزل. هو على فكره تقريبا خايف. اوعى يا بابا او انا هاجي كده عشان اجيبهم هما. بصوا احنا ما طولناش في البسين. احنا يا دوبك قعدنا ساعة ونص بالظبط وطلعنا. ما حاولناش ان احنا نزود المدة او نكتر المدة واحنا قاعدين في البسين عشان ده لسه اول يوم. وملك لقيت صدرها قبض كده عليها فقلت لها طب خلاص بقى نطلع بقى. قعدنا شوية من 2 ل3 ونص وطلعنا بقى دلوقتي اهو. طبعا احنا ماشيين دلوقتي كده على الكورنيش. بصوا هنا اهو الكورنيش اهو كده تمام. وهناك هنا البحر اهو. لو فاكرين دي السنه اللي فاتت كانت بتاعه الجيلاتي والايس كريم وعصاير وكافيهات وحاجات من دي يعني. بصوا هناك البحر هنا. بس انا هصور بقى البحر عملوا فيه حاجات جميله قوي. هصور لكم لو نزلنا بالليل هصور برضو يعني ان شاء الله باذن الله. هحاول بقدر الامكان لو عرفت هصور عشان اعمل لكم فيديوهات جميله عشان بجد هنا المكان جميل قوي. انا مش بعمل دعايه ولا حاجه يعني مش واخده فلوس ان انا اعمل دعايه ولا حاجه. بس فكره ان انا لما بجد برتاح لمكان بحاول ان انا اقول لكم عليه علشان هو بجد بيشيل الطاقه السلبيه اللي في الجسم وحاجه جميله قوي يعني. شوفوا انت ماشيه لوحدك كده. الساعه كام دلوقتي؟ يعني زي ما قلت لكم الساعه 3:30 او 4 الا ربع اهو. دلوقتي الجو جميل. الجو بجد جميل. بصوا هنا الاكوا بارك اهي اللي احنا كنا ماشيين من عندها اهي الاكوا بارك الصغيره هناك اهي تمام. بس هنطلع بقى. انا عايزه انام شويه لان احنا نايمين متاخر بالليل. يعتبر احنا نايمين الفجر اصلا يعني. احنا نايمين الفجر والعربيه جت خدتنا الساعه 9 الصبح. طبعا ممكن مش عارفه الصوت واضح عن صوتي واضح ولا لا علشان الهوا جامد جدا. عايزه اقول لكم كمان في حاجات اتعملت هناك اهي. ثواني كده اخلف لكم الكاميرا. بصوا في حاجات لسه بتتعمل كمان هناك اهي اللي هو ثواني كده اهو. في حاجات مباني هناك اهي وفي اللي هو البلدوزر
وفي المباني دي اتعملت جديد، مش عارفه هي ايه بالظبط، اللي هي الاسوار دي، يعني لسه بيعمروا فيها، يعني ما زالوا بيعمروا فيها. السنه اللي فاتت ما كانش البحر شغال، دلوقتي البحر شغال وعليه كراسي. هصور لكم ان شاء الله باذن الله برضو كل حاجه. تمام. احنا كنا المفروض نعدي من هنا. تمام. انا كده مقربه الكاميرا. تمام. يعني احنا في الشارع اللي ورا ده على طول، هي كلها بقى وحدات وحدات، وفي بقى اللي تملكها وفي اللي بيأجر. بس المكان اكتر من رائع بصراحه، هدوء هدوء هدوء. المكان هنا اللي عايز يستجم بصراحه، اللي يعني تعبان مثلا من شغل البيت بقى والحاجات دي كلها، وفي ضغوطات ودراسه، واحنا خارجين طبعا من دروس وامتحانات والكلام ده، فاحنا عايزين نستجم، مش عايزين ان احنا نروح في حته نقعد نجري ونقعد ملاهي بقى وقصص والكلام ده كله. لا، احنا عايزين نستجم، والحمد لله البنات ما عندهمش مشكله في الموضوع ده خالص. تعالي هنا يا رؤيه، البشكير مبلول وبينزل على الارض، خدي بالك. طبعا هما طالعين من الميه اصلا سقعانين. بصوا عاملين ازاي، هما سقعانين من الميه، ما كانوش عايزين يطلعوا اصلا من البسين، بس ملك تعبت فقلت لها لا اطلعي بقى. وانا بصراحه عايزه انام شويه، هنطلع دلوقتي ننام شويه وبعد كده. رؤيه بتعملي ايه يا رؤيه؟ انت مبسوطه يا رؤيه؟ مبسوطه قد ايه؟ كتير. طبعا رؤيه حاطه البشكير اصلا على قميص السباحه من كتر ما الشمس دلوقتي دافيه حلوه. هنطلع بقى، يعني هريح شويه، هنام شويه، هحاول ان انا انام شويه وبعدين اطلع بقى بعد ما انام يعني شويه ان شاء الله. نتغدى بقى، ولو نزلنا بالليل هصور لكم. انا حابه ان انا اعمل لكم الفيديوهات صغيره كده صغيره، بحيث ان انتوا تقدروا تشوفوا اكبر كميه من الموجود هنا. يعني بدل ما يبقى الفيديو طويل عليكم، لا هعملها لكم فيديوهات صغيره وهنزلها لكم برضو كل يومين فيديو كده صغير كالعاده، يعني زي ما بنزل. بصوا هنا في حاجات اهي بتتعمل هناك اهي، مش عارفه التمثال ده ايه، مش عارفه هيعملوا بقى ملاهي هنا ولا ايه بالظبط. في حاجات بتتعمل هناك اهي. تعالوا بقى يلا نروح ونطلع. في اغاني هناك اهي. في اغاني هناك اهي شغاله. هيبان بقى كل ده، هيبان بالليل، هننزل بالليل وهصور لكم. بس هنطلع بقى ونقفل الفيديو مع بعض. تابعي بقى الفيديو لحد الاخر وتابعيني. طبعا ما تنسيش ام ملك من اللايكات، ما تنسيش ام ملك ما تنسيش ام ملك من اللايكات. رؤية انت رايحه فين يا رؤية؟ رؤية طالعه فيلا انزلي يا ماما، مش الوحده بتاعتنا دي. بس هنطلع بقى زي ما قلت لكم، هنريح شويه ونتغدى وهننزل بالليل برضو ان شاء الله، بحيث باذن الله. مش عايزه بس اكتر كده علينا في الاول، بحيث ان احنا ما نتعبش. ايوه ما نتعبش، هي دي. بصوا بقى كده، يا سلام على الهدوء، يا سلام على الهدوء. حتى بصوا عارفين كمان فيها عربيات كتير، يعني معنى ذلك ان في ناس، بس الناس بقى في حالها، والشوارع فاضيه زي ما انتم شايفين. يلا بقى، دي احنا وصلنا الوحده بتاعتنا هناك اهي. هنطلع بقى وشويه كده ونجهز الغدا مع بعض. بصوا بقى، انا دخلت نمت شويه وصحيت وقمت عشان احضر لهم الغدا بتاعنا النهارده. فاكرين اللي كنت عامله اجنحه تشيكن وينجز، وتبلتها وخدت نصها قليته وحمرته للغدا، واتفضل النص التاني اهو زي ما قلت لكم اهو. عشان كده دايما بقول لكم خلوا حاجات عندكم في الفريزر بزياده للاوقات اللي هي زي دي. هفرغها بقى في البوله دي ونقلبها. وانا على فكره انا جايبه الخلطه بتاعتها، هي جايبه الخلطه بتاعه الشيكن وينجز. جايبه دقيق على نشا، وحاطه فلفل اسود على بصل بودر وتوم بودر وتوابل فراخ وشويه كركم. تمام. تعالوا بقى بينا يلا نجهز الحاجه. بصوا خلاص انا حطيتها هنا اهي. تمام.
زي ما هي فكت رحت على طول حطها في البوله، وهبدا بقى ان انا اخد ايه واحطها في التبطينه بتاعتها. ولو انا عايزه اعلي التبطينه بتاعتها هجيب شويه ميه من الحنفيه او ميه ساقعه عادي. كده كده انا عندي التلاجة هناك اهي، اخد منها شويه ميه ساقعه واحط بعد ما تتبطن، ونعملها دور كمان بحيث ان هي تبقى متبطنه كويس. وطبعا الزيت عندنا سخن وهنحط على طول في الزيت. بصوا كده خلاص الغدا خلص خلاص اهو. هنقعد بقى نتغدى، وبكده نكون بقى ايه هنقفل معاكم الفيديو دلوقتي. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك بتاعي عشان انا ببقى فرحانه جدا 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 لما بتحطوا لي اللايك. تمام كده خلاص عملنا التشيكن وينجز، وعملنا طبق سلطه. تمام. وعندنا بقى مخلل وكاتشب ومايونيز، وهناكل طبعا بعيش عشان انتوا عارفين انا بحب التشيكن وينجز بالعيش. وحاجه بقى سريعه بقى كده النهارده بحيث ان برضو ده اكل المصايف، يعني حاجه سهله كده وسريعه وما تاخدش منك ايه وقت. تمام. طبعا هو ايه لسه بقيت الطاسه هنا هي شغاله. ماشي، احنا نقعد بقى نتغدى واشوفكم على خير في رعايه الله ومع السلامه.